شكرا للزميل محمد سعدون وشكرا لضيوفك الكرام. إذا حارس المرمى الشاب في الاختبار الأول تلعب جول. ركلة الترجيح الأولى تأتي بالهدف الأول بالنسبة لريال مدريد، خيميز رودريغيز. إذا وحارس المرمى صاحب 16 سنة دوناروما كان في الاختبار ولم ينجح فيه، لكن على الأقل بالنسبة له أكيد اللعب أمام ريال مدريد وإن كانت ودية وركلات ترجيح وأسماء كبيرة أكيد لها أكيد معنى آخر، لها الكثير من المعطيات بالنسبة له. إذا ركلة الترجيح الأولى مع نايجل ديونج في تنفيذها، وكاسيا يستعد وديونج ينفذ ركلة الترجيح. جول ديونج. إذا ركلة الترجيح، إذا عندنا 5 ركلات ترجيح. ظلت الأمور على ما هي عليه، تنتقل بواقع ركلة بركلة، وطبعا مباراة حاسمة أكيد لأنها آخر مباراة وهم متعادلين بالنقاط، والفائز اليوم بيرفع الكأس. وأذكر فقط أن ريال مدريد أخذ الكأس اللي كانت في استراليا والآن الدور على الصين. مارسيلو إذا مع ركلة الترجيح الثانية ودوناروما يستعد. مارسيلو جول في الجهة اليمنى على يمين الحارس انتقل الجهة اليسرى والكرة على اليمين. طبعا أذكر أن الحارس 1.96 متر، دخل بديل عن دييغو لوبيز. شاهد من جديد مارسيلو في اللقطة الماضية. طبعا الحارس كاسيا مع ركلة أو يستعد وركلة الترجيح الثانية بالنسبة للميلان حاليا اللي ما تهنى الآن في التنفيذ وتلعب. جول، هي جول لكن في مكان صعب من ماتري اللي ما تهنى، لأن بعد دخول الملعب على طول صفر الحكم نهاية المباراة في سقف المرمى وضعها. صعبة الزاوية جدا بالنسبة للاعب ماتري. على العموم ركلة الترجيح الثالثة بالنسبة لريال مدريد، وركلة الترجيح تلعب بشكل سريع والجماهير الصينية جماهير الميلان متواجدة. ركلة الترجيح إذا مع كاسميرو تلعب. جول، كاسميرو يسجل إذا الهدف الثالث. اللاعب الذي صمد ولم يتم استبداله في شوطي المباراة في نفس الزاوية كذلك على يمين الحارس. كاسيا إذا صاحب 28 سنة، 1.91 متر، 5 سنتي الفرق في الطول ما بينه وما بين دوناروما، لكن فرق كبير بالعمر. كاسيا أكبر 28، روما 16 سنة. إذا ركلة الترجيح الثالثة بالنسبة للميلان في انتظار تنفيذها. تلعب إلى خارج الملعب. ضاعت الكرة الماضية، ومن يصدق أن الكولومبي الجديد ضاعها. لم يتصدى لها الحارس، لم تصطدم في العارضة، لا هي إلى خارج الملعب. هي لركلة مش ركلة مرمى، حتى هي إلى خارج الملعب على اعتبار نلعب في ركلات ترجيح. إذن ركلة الترجيح مع سيرجيو راموس، فرصة للضغط على الميلان. تلعب. جول إذا ليأتي لمدريد. ميلان عليهم أن يسجلوا الآن. لم يتصدى حتى الآن صاحب 16 سنة الياباني، على ما يبدو هو من سينفذ ركلة الترجيح، وعليه أن يسجل لأن لو ما سجل خلاص. كاسيكي هاندا أيضا في تنفيذ ركلة الترجيح حاليا. تلعب. جول
سجل في النهاية. الآن الفرصة باتت متاحة للريال مدريد بالتسجيل، لو ضاعت بتعادلون، لو جاءت تنتهي الأمور. ركلة الترجيح الأخيرة بالنسبة لريال مدريد، والابتسامة من رونالدو. بطولة أخرى قد تكون بالنسبة لريال مدريد. توني كروس إذن يستعد. اللحظة الفارقة، صاحب 16 سنة يجعل الميلان يستأنف المباراة. إذن ضاعت ركلة الترجيح الأخيرة بالنسبة للميلان، إن ضاعت خلاص، وإن جاءت سنستأنف بواقع ركلة بركلة. أضاع إذن توني كروس ولويز أدريانو في التنفيذ حاليا. أدريانو يستعد وينفذها. جول! لم يخطئ الهدف، لم يخطئ الهدف. نستأنف إذن ركلة بركلة. شاهد من جديد الفرصة والكرة التي ضاعت بالنسبة للميلان، لم يتصدها لها الحارس، لكن تحولت لخارج الملعب. الأمور الآن باتت في حين أن بالنسبة للميلان لا، دوناروما تصدى لكرة كروس. داني كارفاخال إذن مع ركلة الترجيح بالنسبة لريال مدريد. تلعب جول، جول إذن يأتي. حارس المرمى مد إيده، لكن الطول كذلك لعب دور. شاهد لكن الكرة حتى لو تصدى لها أعتقد قوية، أعتقد الكرة قوية، وكان ممكن يتغير اتجاهها مثلا، لكن أطراف الأصابع بتتحول لزاوية معينة في الشباك، لكن كانت صعبة حتى على حارس المرمى. ركلة الترجيح بالنسبة للميلان. مونتليفيو ينفذها الكرة إلى الشباك كذلك. مونتليفيو إذن يسجل للميلان. شاهد ركلة الترجيح التي نفذها على يمين كذلك الحارس، والتعادل يبقى. كل فريق أضاع ركلة ترجيح واحدة. ناتشو إذن البديل كذلك الذي دخل في الشوط الثاني هو من سينفذ ركلة الترجيح حاليا. ناتشو يستعد وينفذها. جول، جول إذن لصالح ريال مدريد. ناتشو إذن يسجل. شاهد من جديد اللقطة الماضية. ركلة الترجيح إذن بالنسبة للميلان هي السابعة حاليا. زاباتا إذن هو من سينفذ ركلة الترجيح. جماهير 6-5 إذن، والقيادة مع فريق ريال مدريد حتى الآن. زاباتا راح بعيد. زاباتا ينفذها حاليا. جول، جول يأتي من زاباتا. ارتماءات كاسية أعتقد صحيحة 100%، لكن الكرة قوية. شاهد من جديد زاباتا عندما نفذها، والكرة كانت قوية ومرت. ركلة الترجيح إذا مع ريال مدريد. تشيريشيف الروسي الذي دخل بديلا كذلك ينفذها حاليا. جول، جول يأتي لريال مدريد. الأمور ستستمر حتى يضيع أحد اللاعبين الكرة ويسجل الآخر. مثلا الآن يضيع لاعب الميلان تنتهي.
كل فريق ضاع مرة واحدة فقط. خوزيه ماوري إذا مع ركلة ترجيح. والله التأخير يخوف. ركلة الترجيح إذا مع ماوري، تلعب جول. سجل إذا خوزيه ماوري، اللاعب الذي ولد في الأرجنتين، صاحب 19 سنة، لاعب بارما، لاعب الميلان. شكل الحارس الآن بينفذ. لا والله مش الحارس، بس بتكون لقطة جميلة. بنشاهد صاحب 16 سنة لو بينفذ ركلة الترجيح مثلا. إيسكو إذا أعتقد هو من سينفذ ركلة الترجيح. نعم، ركلة الترجيح مع إيسكو، تلعب جول إذا من إيسكو. الأمور إذا تستمر وستستمر كذلك في حالة لم يضيع أحد اللاعبين الكرة. هو لم يوصل الشباك من الداخل. ها، ركلة ترجيح إذا مع الميلان حاليا. الجماهير الصينية إذن هنا في ملعب المباراة. ديفيد كالابريا إذن في التنفيذ. كالابريا إذن يستعد، 18 سنة، ينفذ الكرة. الكرة إلى الشباك. الابتسامة تأتي ويشق الحلق. الضحكة في النهاية أتت، قبلها ما راح يضحك. قبل لا ينفذ الركلة ما راح يضحك. سجل، انبسط يا عم، افرح. ركلة الترجيح إذن بالنسبة لريال مدريد كذلك. هيسي إذن هو من سينفذها حاليا. هيسي ينطلق ويسددها إلى الشباك بكل دم بارد، بكل هدوء، بكل أريحية، ما عنده شيء يخسره. نفذها وسجل. شاهد من جديد على يسار الحارس. بالخبرة. هل كاسيا مثلا بيتصدى لهذه الكرة ولا إلى خارج الملعب أم إلى الشباك؟ باليتا إذن هو الذي سينفذ ركلة الترجيح الحالية بالنسبة للميلان. 9-8 حاليا النتيجة، والتقدم بنصيب ريال مدريد. تلعب والكرة إلى الشباك. باليتا إذن يسجل وتستمر الأمور. إذن كل فريق ضاع مرة وكل فريق سجل 9. والمباراة في وقتها الأصلي للشوطين انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف. كاسيا إذن هو من سينفذ. حارس أمام حارس. كاسيا ينفذها وجول. والله كانت قريبة أعتقد من دوناروما. في هذه البطولة شاهدنا حراس المرمى يسجلون، شاهدنا كورتوا، شاهدنا كذلك جوهارت. هو الآن صاحب 16 سنة دوناروما في التنفيذ. كاسيا إذن يهدي الفوز ويتصدى للكرة الماضية. إذن صاحب 16 سنة أضاع الفرصة لمواصلة الأمور، وكاسيا نجح في النهاية من التصدي للكرة. بالمناسبة دوناروما كان قريبا من التصدي لكرة كاسيا، ولكن في النهاية نجح كاسيا من التصدي لكرة دوناروما. إذن ريال مدريد يحقق البطولة في استراليا ويحققها اليوم في الصين. إذن أعود بالصوت والصورة إلى زميلي محمد سعدون الكواري، و مراسم التتويج طبعا ستكون بعد ذلك. زميلي محمد الكلمة لك.